يا أهلا بكم. الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، أحكام المبتدأ والخبر. بيقول لي ميز الإجابة الصحيحة لكل سؤال من بين البدائل التي تلي. المبتدأ في البيت التالي وحكم تأخيره، يبقى هو عاوز المبتدأ وحكم تأخيره، يبقى هو كده كده المبتدأ مؤخر. طيب بيقول: قال الشاعر: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. دايما كنا بنقول لما الجملة تبتدي معاك بجار ومجرور شبه جملة يعني، يبقى هو ده الخبر، يبقى هو ده الخبر. طب تعالى نشوف أوقات كده اهوت، ما هي الجملة كده خلصت، ما هو حاطط لي علامة اللي هي الفاصلة. وللحلم أوقات، ممكن نقول الأوقات للحلم، يبقى هنا أوقات هي المبتدأ. طيب باشا، انت هنا هوت أوقات دهيت اللي هي واجبة التأخير، ليه لما جيت قلت لي ان هي نحطها في الاول عرفتها؟ لان المبتدأ لما بيجي قبله شبه جملة وبيكون نكرة لازم يؤخر، لازم يؤخر، وده يبقى التأخير بتاعه واجب. اللي بعده: خبر المبتدأ لعمرك في البيت التالي. طيب لعمرك هنا دي من أدوات القسم، دي من أدوات القسم. حلو الكلام. طيب وأنا لما بيجي لي قسم في أول الجملة بيبقى إيه؟ طيب ركز معايا كده هوت، أنا عندي في أحكام المبتدأ والخبر في حتة اسمها حذف المبتدأ. حذف المبتدأ في 4 حالات: إن هو يكون مخصوص نعمة وبئس صريحا في القسم، تاني مخصوص نعمة وبئس صريحا في القسم، خبر المصدر، خبر المصدر، والاسم الواقع بعد لا سيما. خلاص؟ طيب حلو الكلام. يبقى هنا لعمرك هنا قسم. طيب يبقى المبتدأ بتاعه فين؟ المبتدأ بتاعه طبعا محذوف. اللي بعده: المبتدأ الذي يتأخر وجوبا. سلامتك في التأني، في التأني سلامتك، في التأني سلامة، في التأني سلامة الناس. طيب هنا سلامتك في التأني، الاسم هنا معرفة، والجملة لما بتبتدي باسم الجسم ده بيبقى مبتدأ، يبقى دي غلط. يبقى هي واحدة من دول، في شبه جملة في الأول اللي هي خبر والمبتدأ بتاعها متأخر وجوبا. طب تعالى نشوف سلامتك، هل سلامتك هنا نكرة ولا معرفة؟ اللي هيقول نكرة يبقى هو كده ما أخدش باله من الضمير المتصل، لأن الضمير المتصل هنا يا شباب بيعرف برضو إيه؟ بيعرف الكلمة. الضمير المتصل بيعرف الكلمة، يبقى الكلمة هنا معرفة، يبقى هنا ممكن يجي في الأول وممكن يجي في الآخر، ما يبقاش مؤخر وجوبا. طيب في التأني سلامة، طبعا هي ده هي. طب التانية دي غلط ليه؟ في التأني سلامة الناس، لأن هنا جت وراها مضاف إليه نكرة زائد معرفة، على طول يا شباب تساوي مضاف إليه. تمام؟ يبقى هنا معرفة وهنا معرفة. اللي بعده رقم 4: قال الحارث ابن حلزة: وفي الصبر عند الضيق للمرء مخرج، وفي طول تحكيم الأمور تجارب. عاوز هنا الخبر ونوعه في الشطر الأول، يبقى أنا هبص على الحتة دي بس، في الشطر الأول في البيت السابق. طبعا هي مش محتاجة أي حاجة، أنا قلت لما ابتدي بشبه جملة تبقى هي الخبر على طول، وانت مغمض بتبتدي بشبه جملة تبقى هي على طول ايه؟ الخبر. طب الخبر نوعه ايه؟ طبعا خبر شبه جملة. تمام؟ طيب اللي بعده: لولا تعاون الدول النامية ما استطاعت استرداد قوتها الاقتصادية. المبتدأ الذي حذف خبره في الجملة السابقة. طبعا أنا عندي على طول بعد لولا، عندي على طول بعد لولا بيبقى المبتدأ محذوف. خلاص؟ يبقى عندي هنا الخبر محذوف، أنا آسف، عندي على طول بعد لولا الخبر محذوف تقديره موجود. يبقى لولا تعاون الدول النامية موجود ما استطاعت استرداد قوتها. يبقى هنا تعاون الاسم بعد لولا على طول هو ده المبتدأ اللي حذف خبره، يبقى هنا تعاون. اللي بعده رقم 6. اللي بعده: قال قس بن ساعدة: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ ما فوقه خط اللي هي الآباء هتعرب إيه؟
بصوا يا شباب، في جملة جديدة هنا، يا معشر اياد، دي جملة نداء. أين الآباء؟ طبعا هنا أين أسماء من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة، لازم تيجي في الأول وبتعرب خبر، فلازم غصب عننا نأخر المبتدأ. لازم غصب عننا نأخر المبتدأ. ليه؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، يعني لازم تيجي في الأول. يبقى الآباء هنا مبتدأ مؤخر مرفوع. اللي بعده رقم 7، بيقول لي قال الشاعر: قضى الله في بعض المكاره للفتى برشد، وفي بعض الهوى ما يحازر. المحل الإعرابي لما في البيت السابق. طيب، لازم نحدد الأول نوع ما عشان نعرف هي إيه. بيجي يقول لي وفي بعض الهوى الذي يحازر. أنا شلتها هنا اهوت وحطيت اسم موصول. مشت معايا؟ مشت معايا. يبقى ما هنا موصولة، مش نافية مثلا، خلاص، مش أداة من أدوات الشرط. يبقى هنا الذي، يبقى وفي بعض الهوى الذي يحازره. يبقى ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى طبعا مبتدأ، لأن الأسماء الموصولة أسماء، حطها كده في الأول، الذي يحازر في بعض الهوى. بس خلاص. اللي بعده، العملية بسيطة يعني، ما تعقدش نفسك. خلاص. اللي بعده، إنني أقدر الجيران وبخاصة الأرحام ما فوق الخط. هو عاوز الاسم بعد خاصة على طول. هو احنا محتاجين نقول إن الاسم بعد خاصة على طول يعرب مبتدأ مؤخر؟ ليه؟ لأن بخاصة هنا بمعنى هناك. بخاصة هنا بمعنى هناك، يعني ظرف ظرفية. يبقى هنا هوت الأرحام جاية مبتدأ مؤخر مرفوع. خلاص يا شباب. اللي بعده رقم 9، ثمة معان للنصوص الشرعية لا يستنبطها إلا العلماء. ما تحته خط إيه؟ هو أنا مش محتاج إن أنا أقول بس إن بعد الثمة هيبقى مبتدأ، يعني بعد الثمة، ثم وثمت، هيبقى مبتدأ على طول. طيب، هنا هو جايبها لي في هنا مبتدأ وفي هنا مبتدأ، طبعا خبر لأ، مضاف إليه لأ. طيب، هل المبتدأ هنا بضمة مقدرة ولا ضمة ظاهرة؟ هنا انت مش شايف تنوين تحت معان؟ ازاي مبتدأ وازاي منون بالكسر؟ هقول لك لان ده يا باشا اسم منقوص. هي اصل معان هتبقى معاني، والاسم المنقوص لما يبقى نكرة في حالة الرفع وفي حالة الجر لازم اشيل الياء. ده في حالة ايه؟ في حالة ان هو يبقى نكرة. طب كويس جدا، شلت الياء وعوضت عنها بتنوين اسمه تنوين العوض اللي انت شايفه قدامك ده. خلاص. يبقى معان هنا مرفوعة، والاسم المنقوص لازم بيعرب بحركة مقدرة. لازم يعرب بحركة مقدرة في حالة الرفع. طيب، يبقى ألف هي الإجابة الصحيحة. بعد كده هوت رقم 10، نعم العاملين ذوي الخبرة، تصويب الجملة السابقة. هنا انت لازم تعرف أسلوب المدح والذم، نعمة وبئس. بص يا باشا، بعد نعمة أو بئس لما بيجي وراها اسم معرف بالألف واللام بيعرب فاعل. بيعرب ايه يا باشا؟ بيعرب فاعل. يعني نعمة العاملين لازم تتشال وتبقى العاملون. تمام؟ حلو الكلام. طيب، ذوي هنا بقى دي اللي هقف عندها، ما هي دي لازم تبقى مرفوعة. ليه بقى يا باشا؟ لأن هنا هوت أنت بتمدح مين؟ بتمدح ذوي الخبرة. ذوي الخبرة هنا ليها إعرابين، إما إن هي تعرب مبتدأ أو تعرب خبر. هيجي واحد صاحي معايا يقول لي ده أنت مخصوص نعمة وبئسة لازم بتعرب مبتدأ، المبتدأ بتاعها بيبقى محذوف. باشا، هي لو مبتدأ لازم تيجي في الأول، بتقدر إن هي تيجي في الأول، مش لازم يعني، هي مؤخرة بس المبتدأ ده مؤخر. المبتدأ ده مؤخر، لو حطيته في الأول وقلت ذو، طبعا لأن هي سواء مبتدأ أو تعرب أو خبر لازم تعرب مرفوعة، تبقى ذو الخبرة نعمة العاملون. طب لو عربت خبر يبقى الخبر بتاعها ده هوت المبتدأ بتاعه محذوف، يبقى المبتدأ بتاعه ايه يا باشا؟ محذوف. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى هنا هنختار انهي اجابه لما نقول نعم العاملون ذو الخبره اهي، يبقى رقم د. خلاص، يعني حتى انا حلتها وبدور على الاجابه، ودايما في النحو عود نفسك ان انت تعمل كده، الا طبعا لو الاجابه صعبه يعني عليك قوي، حاول ان انت تستبعد الاجابات. رقم 11،
المتاجرون بمعاناة الكادحين تحت وطأة الأزمات، المتجردون من كل خلق وقيمة. خبر المبتدأ ونوعه. طيب فين المبتدأ الأول؟ المتاجرون، اسمه جه في أول الكلام. أنا دايما قلت لك المبتدأ بيبقى لغز وحله بيبقى هو الخبر. خلاص، بعرف الخبر بكلمة ماله أو مالها. المتاجرون مين هم؟ بمعاناة الكادحين. مين هم؟ تحت وطأة الأزمات. مين هم؟ المتجردون. بس اقفش في دي، هاتها من قفاها. خلاص، يبقى المتجردون. طب نوعها ايه؟ نوعها طبعا مفرد، لأن الخبر المفرد هو اللي بيكون كلمة واحدة بس، سواء كانت الكلمة دهيت مفرد أو مثنى أو جمع. رقم 12 بيقول لي ايه بقى؟ قال الشاعر: سليم في سلامته بريء ومستقام إذا سقم الصديق. سليم، انت واخد بالك ان الكلمة نكرة هنا هوت ومنونة بالرفع؟ طب هتفيدني في ايه؟ لما شرحنا قبل كده درس الإيجاز قلنا لو كلمة نكرة مرفوعة في أول الكلام يبقى إيجاز بحذف المبتدأ، ولو كلمة نكرة منصوبة في أول الكلام يبقى إيجاز بحذف الفعل. خلاص، يبقى هنا هوت لما كلمة نكرة مرفوعة في أول الكلام يبقى فين المبتدأ؟ المبتدأ بتاعها محذوف. تاني، هي كلمة نكرة مرفوعة في أول الكلام، كلمة نكرة مرفوعة في أول الكلام يبقى المبتدأ بتاعها محذوف. حلو الكلام، يبقى دي المبتدأ بتاعها محذوف. خلاص، طيب تعرب إيه؟ تعرب طبعا خبر لمبتدأ محذوف. هو سليم، محمد سليم في سلامته. خلاص، يبقى دي أول واحدة خبر لمبتدأ محذوف. طيب وبريء طبعا الخبر التاني، لأن مفيش غير واحدة بس هي اللي خبر لمبتدأ محذوف. اللي بعده سين 2 بيجي يقول لي ايه بقى؟ قدر في الأمثلة التالية المبتدأ المحذوف وبين حكم حذفه. لسه كنت بشرح من شوية مخصوص نعمة وبئس. لسه من شوية كنت بشرح مخصوص نعمة وبئس. ومخصوص نعمة وبئس ان انا ممكن اعربه مبتدأ وممكن اعربه خبر. لو مبتدأ يبقى المبتدأ ده مؤخر والمفروض ان هو يجي في الاول والجملة الفعلية دي خبره. طب لو خبر يبقى خبر لمبتدأ محذوف وبقدره. نعم الخلق هو ولا هي الوفاء؟ طبعا هو الوفاء، يبقى هنا هو. ادي كده اول واحدة. اللي بعده في ذمتي، ده جار ومجرور قسم. ده جار ومجرور قسم. طيب بيقول لي ايه بقى؟ في ذمتي لا أشاركن في العمل التطوعي. طيب في ذمتي هنا ده ايه؟ ده القسم. حلو الكلام. طيب المبتدأ بيبقى ايه؟ في ذمتي قسم او في ذمتي يمين. حكم حذفه طبعا محذوف وجوبا، زي كده لعمرك اللي احنا جبناها في الاول، وده طبعا وجوبا. خلاص، اللي بعده 3 بيقول لك خلق كريم ورأي سديد. لازم تاخد بالك من التأييد من التنوين. خلق كريم، خلق كريم. طيب حلو الكلام. يبقى تقدير الكلام لما يجيب لي نكرة مرفوعة في أول الكلام يبقى هحط الأول إيه؟ ياء المتكلم عليها. يبقى خلق هحط خلقي بس، خلقي خلق كريم. طيب حكم الحذف هنا إيه؟ حكم الحذف هنا واجب. اللي بعده بيقول لي بقى صغ المثنى والجمع المذكرين. هو مش عاوز المؤنث، عاوز المذكر من الجملة التالية. هذا على طول من قبل ما اقرا الجملة هتبقى هذان. خلاص، ولو عاوز جمع مذكر سالم هتبقى هؤلاء، وبعد كده ابقى اكمل الجملة بقى. طيب هذان العامل هتبقى العاملان. امين هتبقى امينان. مخلص هحط لها الالف والنون هتبقى مخلصان. هنا بقى ذو اللي ممكن بقى يلعب معاك فيها ديت. طب ذو بقى المثنى بتاعها ايه؟ في واحد جامد بيقول ايه؟ بيقول زوى. حلو الكلام، مش زوي، ها، زوى خبرة او صبر ومصابرة. طيب نخش بقى على التانية. هؤلاء العاملون. هؤلاء العاملون ممكن تبقى العمال، ماشي مش مشكلة. امين هتبقى امناء. مخلصون، ما هو مخلص هتبقى مخلصون لان انا هحط لها الايه؟ الواو والنون. طب وذو هتبقى
ذو صبر ومثابرة. اللي بعده، اعرب ما فوق الخط في الآية الكريمة التالية. بصوا بقى النحو حلاوته ان انت لما تيجي تتدرب بتبقى الحاجة سهلة عليك لانها مقررة. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وبيقول لي اعرب أين. طب ما أنا عارف إن أسماء الاستفهام لها الصدارة. بتعرب إيه؟ بتعرب خبر. بتعرب إيه؟ بتعرب خبر. يبقى ده هوت ما في محل رفع خبر. خلاص، في محل رفع خبر. طب وحكم التقديم بتاعه واجب لأنها لها الصدارة. اللي بعده بيجي يقول لي: الإسكندرية قطر الندى، نفثت السحابة البيضاء، مهبط الشعاع المغسول بماء السماء، وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع. كما خبرا تعدد للمبتدأ. على فكرة قد يتعدد المبتدأ في الجملة. يعني مثلا لما أقول السماء صافية ده خبر، نجومها ظاهرة ده خبر تاني، تسر الناظرين ده خبر تالت. وهتلاقي هنا ده خبر مفرد وده خبر جملة اسمية وده خبر جملة فعلية، فقد يتعدد الخبر. طيب الاسكندرية مالها؟ قطر، ادي كده واحد. نوع الخبر هنا ايه؟ خبر مفرد. خلاص، يبقى قطر الندى. الجملة اللي بعديها نفثت السحاب، مالها؟ نفثت السحاب، يبقى ده الخبر التاني. نوعه ايه؟ نوعه برضه مفرد، يبقى ده كده 2 مفرد. طيب مهبط الشعاع 3، يبقى نوعه برضه مفرد. المغسول بماء السماء وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع، ما فيهاش أي حاجة تانية. خلص الدرس على كده، وانتظرونا الدرس اللي جاي. سلام.